ربنا رحيم غفور حليم شكور لطيف سبحانه، لطيف بعباده رحيم بهم حليم عنهم غفور يغفر ذنوبهم تواب يتوب عليهم شكور. إذا عمل العبد الشيء اليسير جازاه الله عز وجل الشيء الكثير. العبد هو الظلوم يا عباد الله، يظلم نفسه ويسعى في ظلم غيره، هو الذي يسبب الفساد على البلاد والعباد. أن الله عز وجل يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لهذا يا عباد الله واجب علينا جميعا نسعى في رفع العذاب الذي حل ببلادنا وبغيرها من بلدان المسلمين، نسعى سعيا حثيثا في رفع هذه المصائب التي حلت ببلادنا، سواء في الجانب الأمني أو في الجانب الاقتصادي، سواء ما حل من غلاء وما حل من وباء وما حل من قتل وقتال وما حلت من مخاطر